بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. صدق الله العلي العظيم. نقف اليوم أمام قضية مصيرية وتحد جوهري لا يقل خطورة من التحديات ضد الإرهاب. إنها آفة الفساد الإداري والمالي التي باتت ليس مجرد خلل عابر، بل هي معول هدم يقوض جهود التنمية وسرقة مقدرات الأجيال، ويقف حجر عثرة أمام طموح الشعب العراقي في الحياة الكريمة. وها نحن سادات وشيوخ قبائل وعشائر محافظة النجف الأشرف نقف اليوم مستلهمين من مبادئ الإصلاح في ثورة الإمام الحسين عليه السلام وتوجيهات المرجعية الدينية العليا المتمثلة في سماحة السيد علي السيستاني في تأكيده المستمر على محاربة الفساد والمفسدين. وعليه نقف بكل قوة وحزم مساندين قرارات القضاء وإجراءات الحكومة برئاسة السيد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في حملته بإعادة المال العام ومحاسبة الفاسدين، مطالبين منه ومن مجلس القضاء الأعلى بالاستمرار في كشف كل الملفات المتراكمة وإحالة كل المتهمين دون استثناء إلى محاكم العدالة، مذكرين أن حقوق كل عراقي بما فيهم اليتيم والمعوق والمريض والعاجز هي حقوق لا بد أن تسترد من الأموال المسروقة والمنهوبة والعقارات والأملاك التي ضاعت بإجراءات صورية واستثناءات غير قانونية. كلنا أمل في إجراءات مجلس القضاء والأخ رئيس الوزراء بقراراتهم الحاسمة في هذه الصولة بإعادة المال العام ومحاسبة الفاسدين والمفسدين، ودائما عشائرنا سندا ظهيرا لإجراءات الحكومة في الإصلاح والتنمية والخلاص من كل آفات. ولنا تاريخ مشرف ومشرق في ثورة العشرين وفي محاربة الإرهاب في التصدي لكل آفة حاولت أن تأخذ منا مأخذا، وبالتالي ها هي عشائر النجف تقف سدا منيعا مساندا لإجراءات القضاء وإجراءات الحكومة في محاسبة الفاسدين. ونتمنى إن شاء الله أن دائما دولتنا دولة مؤسسات، دولة قانون ونزاهة، والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.